المومياء دي لحد النهاردة محدش فاهم سرها. تعالوا نرجع بالزمن 2000 سنة. المومياء دي معمولة بدقة غريبة، شكلها مختلف عن أي مومياء تانية، التفاصيل معقدة لدرجة تخليك تحس إن اللي عملها مش مجرد محنط، ده فنان عبقري. لكن الغموض مش هنا، لو ركزت على صدر الموميا هتلاقي مرسوم صليب، وهنا احنا قدامنا احتمالين. الأول إن صاحب الموميا كان عايش في مصر وقت بداية المسيحية وتمسك بعاداته الفرعونية في الدفن، بس في نفس الوقت حط الصليب كرمز لإيمانه. والاحتمال التاني ان العلامة دي اتضافت بعد ما اكتشفوا الموميا، لكن الاحتمال ده ضعيف جدا لان الصليب مرسوم بدقة متناهية وداخل في طريقة التحنيط نفسها. المومياء دلوقتي معروضة في متحف الاسكندرية اليوناني الروماني، متحف مليان اسرار، بس دي بالذات من اكتر القطع اللي هتسيبك قدامها تايه. والاغرب بقى ان احنا لحد دلوقتي مش عارفين مين صاحب الموميا ده ولا قصته ايه. اللي نعرفه بس ان التاريخ المصري لسه مخبي اسرار، ويمكن محتاجين نرجع آلاف السنين لورا عشان نفك اللغز ده. تفتكر الصليب ده كان ايمان ولا رسالة متشفرة من الماضي؟ اعمل لي فولو عشان تكون جزء من الرحلة.